بكار تقريبا اول كرتون مصري في التاريخ، بس انا مش جاي اكلمك عن الذكريات والايام الحلوه اللي انا ما حضرتهاش اصلا، لان في ناس كتيره بالفعل اتكلمت عن كده جاي اكلمك النهارده عن المسلسل من ناحيه الرسم والتحريك والدوبلاج والحاجات الجميله دي، وكمان هنعمل مقارنه بينه وبين الريبوت او اعاده الاحياء اللي اتعملت في سنه 2015 ونشوف انهي افضل، وهل هي عرفت تحافظ على السلسله فتره طويله ولا لا. للمعلومات انا مش جاي اقول عن المسلسل ان هو وحش، لا بالعكس، دي حاجه تشرف واتعمل فيه مجهود محترم جدا سواء النسخه دي او النسخه دي، وكل الاحترام للناس اللي اشتغلت على النسختين عشان بس الكلام ما يتفهمش غلط. قبل ما ابدا بس عاوز اقول لك حاجه، لو انت وراك صلاه او حاجه مهمه خلصها الاول، بعد كده تعالى اتفرج. كده الفيديو مش هيهرب بره اليوتيوب، يعني هيفضل موجود. وعايز اسالكم على رايكم في المايك الجديد اهو، شغل كويس ولا ايه الكلام؟ لسه جايبه اهو، ان شاء الله يعني يكون عجبكم الصوت. انا عن نفسي شايف ان هو ممتاز جدا، ويلا بينا ندخل في الموضوع. وخلينا نبدأ بالكلام عن أول نسخة اتعملت المسلسل، واللي هي طبعا كانت في سنة 98، واللي ببساطة بتتكلم عن بكار، واللي هو ولد نوبي عايش مع والدته والمعزة بتاعته، واللي بنشوفه بقى على مدار المسلسل مع صحابه اللي هم كتير قده وقدهم زي حسونة وفارس وغيرهم. بالنسبة بقى للجزء الأول فهو كان 12 حلقة. بالنسبة للأداء الصوتي في ناس كتيرة كويسة في المسلسل، عندك عمرو مصطفى اللي هو بكار، سهير البدراوي اللي هي حسونة، وكذا حد تاني، وطبعا عادل خلف عامل كذا دور في المسلسل بشكل كبير قوي. اي واحد صوته انت مش مجمعه قوي غالبا هيبقى هو. طبعا كان من اخراج منى ابو النصر وتاليف عمرو سمير عاطف، طبعا اللي عاملها مدينه الانتاج الاعلامي. طبعا كل الاحترام للناس اللي انا ذكرت اسمائهم. المهم لو هنيجي نتكلم على الجزء الاول، فعايز اقول لك ان هو الاحداث فيه كانت كويسه جدا بشكل بصراحه فاجئني وانا بحضر الحلقه، خصوصا اخر 4 حلقات من التاسعه ل 12 كان كلهم في قصه واحده، وانا بفضل الاسلوب ده على عكس ان انت تعمل لي الحلقه بقصه وخلاص. يعني انت ما تبقى مش مهتم تشوف الحلقه الجايه عامله ازاي، لان انت معلقتنيش اشوف ايه الحلقه الجايه اللي هيحصل. يعني انت عندك القصه مثلا في الحلقه التاسعه بدات بان بكار مش عارف حصل مشكله فكلم والدته بطريقه مش كويسه، فدخل ينام صحي في عالم كوابيس كده وتخاريف. فدي كانت فكره لطيفه اتعملت بشكل كويس، بس تكمل عليها بقى ان هو لما بيصحى بيبقى عنده هو مشكله اصلا مع واحد اللي هو المفروض يعني شرير المسلسل، اللي هو اسمه ايه، مشرط، اللي هو حرامي اثار طبعا، لان هم اساسا في اسوان ففي اثار وحاجات جميله جدا هناك. يعني تقريبا اللي عامله عادل خلف برضو، اللي هو عامل برضو جد بكار. وكان عندك بقى في اخر حلقه خالص، في اخر مشهد، بكار اتخطف هو والبنت اللي كانت معاه من مشرط ده. هما يعني عاملين الاحداث تسلسلها كويس جدا في الجزء الاول تحديدا. طبعا المسلسل بشكل عام كان بيزرع قيم كويسه، واللي يعني بيحاولوا يربوا بيه العيال، ودي حاجه مهمه اصلا ان انت لازم عندك مسلسلات انت اللي بتنتجها حته الكرتون دي خصوصا علشان تعرف تطلع يعني تربيه كويسه، ان مش اي فكره من بره وخلاص هناخدها هي لازم يبقى احنا كمان عندنا افكارنا ننشرها بشكل كويس. طبعا المسلسل كان بيتعرض في رمضان، ومش محتاج اقول لك عن النجاح الساحق اللي وصل له، والا ما كانش زماننا بنعمل الفيديو ده. تخيل ان هو استمر بالاسلوب ده 9 اجزاء لحد سنه 2005، لكن اقوى مستوى وصلوا له كان اللي هو في اول جزء. بس احنا بقى لو عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا في المسلسل ده، حاجه ما لقيتش حد بيتكلم عنها تقريبا هنا، وهو الانيميشن او الرسم بتاع المسلسل. بص انت لو هتتكلم على انه عمل انيميشن اواخر التسعينات فهو بصراحه مش قوي خالص، لكن ما اعتقدش ان ميزانيته كانت كبيره. وطبعا نبقى بنهرج لو حاولت اقارنه مثلا بحاجه من ديزني او اليابان وقتها، لان ده مش منطق يعني، لان الناس دي معاها ميزانيه كبيره جدا، فهو بالنسبه لحالته يعتبر كويس جدا، خصوصا ان هو كمان مسلسل. لو انت جيت تقارنه بمسلسل مثلا اتعمل في سنه 95 من ديزني اللي هو تيمون وومبا، هتلاقي التحريك قريب جدا، وكمان بكار يتفوق عليه في شويه حاجات، حتى هتلاقيهم ساعات بيستعملوا حاجات 3 دي كده هتبان، بس انا مش بفضلها قوي في الشغل ان انت تبقى عندك حاجه 2 دي وتدخل فيها حاجه 3 دي، لكن العكس بيبقى حلو لو حاجه 3 دي تدخل فيها 2 دي. فاهم انا بتكلم في ايه؟ اللي هو لو رسمه مجسمه على رسم بالايد مش هتحسها قوي، لكن العكس بيبقى شكله احلى. يعني ممكن نديله الانيميشن بتاعه 6 من 10 بصراحه، والمسلسل بشكل عام حلو جميل طبعا. وانا كل ده ما كلمتكش عن الشاره بتاعته المشهوره قوي الايقونيه بتاعت الكينج محمد منير، نجحت جدا عندنا طبعا، وهو كله التوليفه دي كده كلها على بعضها قدر ان هو يكون ايقونه من ايقونات الحاجات بتاعت رمضان عندنا في مصر. لكن بيكون اخر جزء ليه في سنه 2005 زي ما قلنا، لكن الموضوع ده بيتغير في سنه 2015 لما مدينه الانتاج الاعلامي بالتعاون مع شركه كرتون كايرو عملوا اعاده اطلاق لبكار، لكن المره دي بشكل مختلف تماما ومجسم 3 دي ثلاثي الابعاد. يعني كان بقى بيحاول يواكب العصر وقتها. تخيل معلش معلومه، انا اسف على المقاطعه، 2015 يعني من 10 سنين
تخيل. المهم هي افضل، فاكيد اكيد رغم ان الانيميشن اضعف شويه في القديم لكنه يتفوق عليه بالنسبه لنا، لانه فيه كده روح اكتر، اللي تحس الروح اللي فيه كويسه كده ومعمول حلو والقصه كويسه اكتر، فده اللي يخليه بالنسبه لنا افضل. طبعا ما اقدرش اكون متحيز ذكريات لاني اساسا ما شفتش القديم ده خالص وانا صغير، طبيعي جدا، ما هو يعني 98. فانت قول لي رايك بقى في المسلسل، اللي انت بتحبه وما بتحبوش، ايه رايك بقى في الفيديو ده؟ حاجه بقى عشان رمضان وكده والشغل ده. لو عايز فيديو عن حاجه تانية ممكن اساسا نتكلم عن الكرتون المصري بشكل عام، لان في حاجات كتيره اتعملت وعايز اقول عنها شويه كلام. في الاخر ما تنساش تصلي على النبي وبس. سلام. القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف